السلام عليكم الخوت والحباب. ما كره الصراحه الاراء ديالكم في هذا الموضوع اللي هو كنشوفوا موضوع اللي هو حساس وكيهم جميع المغاربه. قضيه انتقال السي فوزي القجع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم من الرياضه لخدمه الشان العام، انتقاله للبام حزب الاصاله والمعاصره، وممكن تزعمه المشهد السياسي في الانتخابات المقبله اللي كيقولوا حكومه المونديال 2030، المونديال اللي غادي يتنظم في 2030 ما بين المغرب اسبانيا والبرتغال. اللي صراحه ما كرهناش هذا التغيير الجذري اللي كان في كره القدم، يحصل حتى في الاقتصاد، يحصل حتى في الصحه، في التعليم، بالنسبه لبلدنا الحبيب. فانا صراحه ما عشت بزاف ديال الفيديوهات كيعلقوا على اساس انه لا خليه في الرياضه، بغينا يخدم في الرياضه. ما كرهناش بحاله يخدم في السياسه، وخصوصا انه كنشوفوا الاحزاب السياسيه كلها واللي ترأسها من الاستقلال دابا ما كاينش واحد النموذج تنموي، ولا ما كاينش واحد البرنامج اللي هو قدر يحقق نتائج فعليه على ارض الميدان. كرهناش نشوفوا التنميه البشريه اللي حنا المغرب كيحتل فيها 120 تصنيف العالمي، واللي كترتكز على ثلاثه ديال الشروط اساسيه اللي هي الصحه، التعليم، والمؤشر المعيشي للفرد. بالنسبه للمجتمع نتمنوا اننا خدمه الانسان تكون عندنا ارقى واهم من خدمه الانسان على مستوى الحياه اليوميه ديالو. يعني الصحه، التعليم، معدل الدخل الفردي، هذول اللي ما كرهناش نشوفوا بلادنا في يعني في اعلى المستويات ان شاء الله. فانا بالنسبه لي صراحه كنشوفوا الباركور ديالو، السي في ديالو مزيان بزاف. نتمنوا ان حتى الناس اللي معاه ولا حتى الناس اللي في ذاك الحزب، صحيح انه عليهم بزاف ديال المشاكل. فخليكم مع هذا الفيديو هذا، صراحه جبتو مصدر زوين اللي قدرتوا تستافدوا منه بزاف في تنوير الراي العام بالنسبه للمغرب. سي الدكتور رشيد العشاشي. خليكم هذه الحلقه هذه في الرابط هنايا في اول كومنتير، دخلوا تسمعوا ليها وغادي تستافدوا منها بزاف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.